تخيل انك داخل اجتماع في شركة وفجأة حد من الإدارة قال احنا محتاجين نعمل موبايل ابلكيشن للعملاء. فغالبا من اللحظة دي الاجتماع هيتحول فورا للتنفيذ. الابلكيشن بقى هيبقى فيه فيتشرز ايه، مين الفندر، هيكلف كام، نقدر نخلصه امتى، مين اللي هيبقى البروجكت مانجر، هل هنقدر نطلعه قبل نهاية الكورتر ولا لا. كل دي اسئلة منطقية جدا، بس انا عندي سؤال احب اسأله قبلهم كلهم. ليه اصلا ابلكيشن؟ يعني ايه اللي بيحصل عندنا دلوقتي وخلانا نوصل لاستنتاج ان الموبايل ابلكيشن هو الحاجة اللي احنا محتاجينها؟ لان في مشاريع كتير جدا بنبدأ من مكان متقدم جدا في القصة. السوليوشن بيكون اتحدد بالفعل وبعديها كل الماكينة بتبدأ تشتغل علشان تنفذه، وده بقى اللي عايز اتكلم معاكم عنه النهارده. تعال بينا كده نكمل نفس الاجتماع، ولو بدأت تسأل الناس اللي موجودة يا جماعة الخير هو احنا محتاجين الابليكيشن ده ليه؟ ممكن تكتشف ان عندك بتاع 5 إجابات مختلفة. الكاستمر سيرفيس هيقول لك احنا بنعمل كده علشان نقلل المكالمات. بتوع الماركتينج هيقول لك علشان نحسن الكاستمر اكسبيرينس. السيلز هيكون شايف ان ممكن الابليكيشن يساعد في الابسيلينج ويزود السيلز. الاي تي هيشوف ان ده جزء من الديجيتال ترانسفورميشن. وحد من الاداره بقى ممكن يجي يقول لك بكل بساطه يا باشا المنافسين كلهم عندهم ابليكيشنز واحنا لا، لازم يكون عندنا ابليكيشن. احنا بنتكلم عن نفس المشروع، ولكن كل شخص تقريبا شايف سبب مختلف جدا لوجوده، والاختلاف ده هيظهر بعد كده في كل حاجه. هيظهر في السكوب وفي البرايورتيز وفي الفيتشرز وفي البادجت، وهيظهر بقى جدا لما تيجي نقول يا ترى المشروع ده نجح ولا لا. لو الكاستمر سيرفيس شايف ان الهدف تقليل المكالمات هيقيس النجاح بطريقه، والسيلز هيقيسوا بطريقه تانية خالص، والمانجمنت ممكن يكون عندها تعريف ثالث خالص للنتيجه او للنجاح. فعلشان اعرف ادير المشروع كويس محتاج افهم الاول هو ايه التغيير اللي احنا عايزين نشوفه في الواقع بعد ما المشروع ده يخلص، ولو مش كده وانا بدير ايه. المشهد اللي احنا اتكلمنا عليه ده بيتكرر باشكال كتير جدا. على مثال يجي يقول لك ايه احنا عايزين اي ار بي، او ناس تانية تيجي تقول لك عايزين داشبورد، ناس ثالثه تيجي تقول لك احنا عايزين نعمل اوتوميشن. الجديد بقى يجي يقول لك عايزين نعمل اي اي سولوشن، او عايزين نعمل تريننج بروجرام، او عايزين نفتح برانش جديد. وكل واحده من الحاجات دي ممكن فعلا تكون اختيار ممتاز، بس قبل ما ابدا اتكلم في التنفيذ محتاج افهم الوضع الحالي. ايه اللي حصل النهارده؟ ايه اللي مش شغال النهارده بالشكل المطلوب؟ مين اللي هيتاثر؟ وحجم التاثير ده اصلا قد ايه؟ لان يا جماعه الخير اول ما السولوشن يبقى محسوم التفكير كله بيتوجه ناحيه التنفيذ. نعمل بيزنس كيس، نطلع بروجكت تشارتر، نحط سكادجول، نحط بادجت، نختار تيم، ونبدا ندور على فندور. وعايز اقول لك ان ممكن كل ده يتعامل بشكل ممتاز جدا. يعني ممكن يكون عندك بروجكت مانجر قوي وتيم محترم وجفرننس واضحه جدا وتقارير في منتهى العظمه، بس يفضل في سؤال سابق لكل ده. السؤال اللي بيقول هل احنا بننفذ الحاجه الصح اصلا، ولا احنا ماشيين في اتجاه مش عارفين هيودينا لفين. والفكره اللي بقولك عليها دي مش موجوده في الشركات بس، احنا شخصيا بنعملها في حياتنا عادي جدا. حد يجي يقول لك ايه انا محتاج سيستم لنفسي اقوى للتايم مانجمنت، فيبدا ينزل سوفت وير اسمه نوشن ويعمل كالندر ويشتري بلانر الكراسه دي ويبدا يعمل بقى كالر كودنج لكل حاجه في حياته، لحد ما تنظيم التاسكات نفسه قلب وبقى هو تاسك محتاج وقت وتنظيم. وبعدين لما تيجي تتكلم معاه شويه تكتشف ان عنده يجي 10 ساعات متاحه في اليوم، وهو واخد التزامات محتاجه 16 ساعه. فهنا مهما كان البرودكتيفيتي سيستم عبقري، ال6 ساعات الناقصين دولت مش هيطلعوا يعني من تحت الكنبه. وواحد تاني ممكن يكون عنده بيزنس ويقول انا محتاج اعمل ادز، اعلانات اكتر، فتبدا الدنيا يلا بينا كامبينز، يلا بادجت، يلا كونتنت، يلا بلاتفورمز. وبعد شويه تكتشف ان هو نفسه مش واضح عنده مين العميل وايه الفاليو بروبوزيشن بتاعته وليه العميل اصلا المفروض يشتري منه. بص الحلول مريحه لانها ملموسه، في حاجه نقدر نبدا نعملها دلوقتي فورا. وانما فهم الوضع الحالي ده بياخد وقت واسئله وتحليل، واحيانا بيطلع لنا باجابه مختلفه خالص عن الفكره اللي احنا دخلنا متحمسين ليها. عشان كده الناس ما بتبداش بده. وفي كيس ستادي الصراحه في الموضوع ده اسمها جويسرو، انا بحبها جدا. دي كانت ستارت اب في سيليكون فالي، عملت مكنه عصير متصله بالانترنت، فيها باك مخصوصه يعني تحط فيها خضار وفاكهه وبتاع، اول ما تضغط تطلع لك العصير.
فالشركه دي جمعت حوالي بتاع 120 مليون دولار استثمارات، والمكنه في مرحله من المراحل كان سعرها حوالي 400 دولار. وبعدين في 2017 حصلت اللحظه اللي خلت جويسرو واحده من اشهر قصص الستارت اب فيليرز في الدنيا. صحفيين جربوا يعصروا الباك نفسها بايديهم، ولقوا انهم يقدروا يطلعوا العصير من غير ما يستخدموا الماكينه. انت متخيل بس المشهد شويه؟ عندك تكنولوجي وهاردوير وسوفت وير وواي فاي وفاندنج وانجينيرنج وانفسترز وبرودكت ديزاين، وبعدين المستهلك يمسك الباك بتاع الخضار والفاكهه بايده، يضغط عليه، يطلع العصير. القصه طبعا كان فيها تفاصيل للبزنس وتشغيل اكتر من كده، ولكن بالنسبه لي هي ريمايندر ممتاز جدا لسؤال بسيط: يا عم الحاج، هو ايه الكاستمر بروبلم اللي احنا بنحلها دي؟ وهل هي محتاجه فعلا كل السولوشن اللي احنا بنينه ولا لا؟ لان احيانا التيم بيقع في حب الحاجه اللي بيبنيها، وكل ما نستثمر فيه اكتر بيبقى صعب علينا ان احنا نرجع ونراجع الفرضيه الاساسيه. دي حاجه اسمها سان كوست فيلسي، ابقروا عنها. وفي سبتمبر 2017 جويسرو اعلنت ايقاف كل العمليات بتاعتها. السؤال هنا مهم: ازاي شركات فيها ناس اذكياء وعندها فلوس، مستشارين وانجينيرز، ممكن تدخل في حاجه زي جويسرو؟ والاجابه لان السولوشن اسهل بكتير من النقاش. لما اقول هنعمل ابلكيشن فبقى عندي واضح اوبجكت او اوبجكتيف اتكلم عنه، ولكن لما اجي اسال هو ليه العملاء بيتصلوا بخدمه العملاء كتير، فانا كده فاتح 20 احتمال. ممكن المعلومات ما تكونش واضحه، ممكن المشكله تكون في الدليفري، ممكن الويب سايت ناقص، ممكن الكاستمر جيرني فيها فريكشن، ممكن البروسيس الداخليه نفسها فيها مشكله، ويمكن يكون عندنا اصلا 3-4 اسباب فوق بعض. وكمان الاكسكيوشن بيدينا احساس بالحركه، يعني اول ما نيجي نعمل كيك اوف ونحدد التيم ونحط التايم لاين والميتنجز تبدا والكالندر تتملي، تحس كده ان في بروجرس. وعايز اقول لك كمان ان في سبب منتشر جدا، ان حد يشوف حاجه ناجحه في مكان تاني، كومبيتيتور يعني عامل اب، او شركه عندها داشبورد عظيمه، او حد حضر كونفرنس وشاف اي يوز كيس فيرجع يقول احنا ضروري لازم نعمل زيه. بص، هو الالهام مهم طبعا، ولكن الكونتكست اهم. الحاجه اللي حلت مشكله عند مؤسسه معينه ممكن جدا ما تكونش هي الاجابه عندك، ممكن تبقى محتاج كاستمايزيشن او اصلا محتاج حاجه تانية خالص. وتعالى ادي لك مثال تاني مختلف: جوجل جلاس. لما جوجل جلاس النضاره ظهرت، الفكره كانت فيوتشرستك، مستقبليه جدا. كمبيوتر صغير تقدر تلبسه قدام عينيك، تقدر تشوف معلومات وتستخدم فويس كوماندز وتصور وتتفاعل مع التكنولوجيا وانت هاندز فري، ايديك فاضيه. وكان عليها هايب ضخم جدا، ولكن لما اتحطت في سياق الاستخدام اليومي للمستهلك العادي ظهرت بقى تحديات كتير. اولها السعر، ثانيها خصوصيه، ثلاثة تجربه المستخدم، والسؤال الاهم بالنسبه لناس كتير: هو انا اصلا ليه محتاج البسها طول اليوم؟ الكونسيومر بوش بتاع الجلاس ما كملش بالشكل اللي جوجل كانت بتستكشفه، ولكن وقتها حصل حاجه انترستنج جدا: استخدامات اوضح اكتر بدات تظهر جوه الشركات، يعني خصوصا في مجالات زي المانيفاكتشرنج واللوجيستكس والفيلد سيرفيسز. انا ايام ما كنت بشتغل في مصنع كنت بستخدم حاجه نظاره الابسون شبه بتاعه جوجل عشان الصيانه. يعني مثلا عامل واقف قدام الماشين وعايز يشوف انستراكشنز وايديه تفضل فاضيه، تكنيشن محتاج تشيك ليست قدام عينه وهو بيشتغل، موظف محتاج يصور انسبكشن ويبعتها وهو في الموقع، تيك وخلاص. فجأة بقى عندك كونتكست أوضح بكتير، ومستخدم محدد، وموقف تقدر تفهم فيه ليه التكنولوجيا دي مفيدة. وده بالنسبة لي درس مهم. ساعات التكنولوجي نفسها بتكون قوية جدا، ولكن قيمتها الحقيقية ما تبانش غير لما تلاقي البروبلم والكونتكست المناسبين ليها، زي اليومين دولت لما الاي اي بقى ظهر جدا فالنظارات دي بقى ليها لازمة. فبعد ما فهمنا ده، يلا بينا بقى نرجع لشغلنا. لو حد جالك بكره وقال لك انا عندي بروجكت، قبل ما اتحمس معايا للسولوشن في 5 اسئله بسيطه لازم احب افهمهم. اول سؤال: what exactly is happening today؟ احكي لي الوضع الحالي، الكرنت ستيت اسسمنت، ايه اللي بيحصل النهارده؟ ايه البروسيس؟ ايه النتيجه؟ ايه السلوك؟ الوضع الحالي اللي عايزين نغيره. تاني سؤال: مين بالظبط اللي عنده المشكله؟ مين المتاثر؟ العميل، الموظف، الاداره، الاوبريشنز، الفاينانس؟ وهل كلهم متاثرين لو اكتر من واحد بنفس الشكل ولا باشكال مختلفه؟ السؤال الثالث: هاو دو وي نو؟ يعني عرفنا منين؟ هل عندنا داتا، كومبلينز، كاستمر فيدباك، ارقام، اوبزرفيشنز، ولا في جمله اتقالت في ميتنج لحد ما اتحولت عندنا الفاكت، خصوصا لو الجمله دي اتقالت من حد عنده اوثوريتي في الشركه؟ نروح بقى للسؤال الرابع: لو سيبنا الوضع زي ما هو، ايه اللي هيحصل؟ هل هنخسر عملاء
هل تكلفتنا هتزيد؟ هل عندنا مثلا كومبلاينس ريسك؟ هل في فرصه هتضيع؟ ولا التاثير في الحقيقه محدود ومش مستاهله اصلا؟ ونروح بعد كده للسؤال الخامس: ليه الاختيار ده بالذات؟ ليه السولوشن ده؟ هل في بدايل تانية فكرنا فيها واخترنا ده بسببه؟ طب ايه اللي خلانا نرجحه؟ بص، مش محتاجين نعمل دراسة 200 صفحة قبل كل بروجكت، احنا بس عايزين نعرف ان القرار مبني على فهم كفاية للواقع، ولو عملنا كده يبقى دي اول خطوة. وتعالى بينا نرجع بقى لأول اجتماع حصل معانا في الحلقة. احنا عايزين موبايل ابليكيشن. المرة دي بدأنا نفهم الوضع الحالي قبل ما نتكلم على الفيتشرز. لقينا مثلا ان الكاستمر سيرفيس عندها عدد مكالمات كبير جدا. حللنا المكالمات واكتشفنا ان في نسبة كبيرة منهم سؤال واحد: هو الاوردر بتاعي لو سمحت وصل لفين؟ حلو، فدلوقتي عندي بروبلم اوضح. العملاء محتاجين فيزيبيليتي افضل على حالة الاوردر، فدي كيس بروبلم حقيقية. نسأل السؤال اللي وراها: هل الموبايل اب ممكن يساعد في الكيس دي؟ الإجابة طبعا جدا. ولكن دلوقتي عندي مساحة أفكر. ممكن تراكنج بيج، ممكن تبقى واتساب نوتيفيكيشن، ممكن اس ام اس، ممكن فيتشر أصلا موجودة في السيستم الحالي لكن الكاستمر جيرني بتاعتنا مش موصلة لها. يعني ممكن أصلا المشكلة في الكوميونيكيشن أثناء الدليفري. فالابلكيشن دلوقتي موجود على الترابيزه جنب بدائل تانية اقدر اقارن بينهم من ناحيه الفاليو والتكلفه والوقت والادوبشن والتعقيد وطريقه الامبلمنتيشن. ولو بعد المقارنه طلع الاب ده هو افضل اختيار، بيرفكت، ممتاز. دلوقتي وانا داخل ادير المشروع فاهم بالظبط اللي احنا بنعمله ليه وايه النتيجه اللي احنا مستنيينها منه. وهنا بقى بيظهر لي جزء مهم جدا جدا من نضج البروجكت مانجر. حضرتك محتاج تبقى فاهم البيزنس كونتكست اللي المشروع عايش جواه. يعني المشروع ده موجود ليه، ومين المفروض يستفيد، وايه الفاليو اللي المفروض تظهر لما نخلص. يعني مثلا انا ممكن اسلم الاب في ميعاده والبادجت تكون مظبوطه والفيتشرز اللي مظبوطه معانا او المطلوبه موجوده، وبعد 6 شهور الاقي العملاء تقريبا ما بيستخدموش. وهنا هيكون عندي سؤال مهم جدا لازم اخده بجديه: هو احنا كنا معرفين نجاح المشروع من البدايه ازاي؟ وعلشان كده البروجكت مانجر الشاطر محتاج يكون عنده فضول كفايه ناحيه البيزنس يخليه يفهم الشيء اللي بيديره ده. مش مطلوب منه طبعا يتحدى كل قرار او يقعد يعمل انفستيجيشن في كل بروجكت ريكوست، ولكن مطلوب يعرف هو بيحول وقت وفلوس وموارد الشركه دي لايه. لان البروجكت في الاخر هو عباره عن وسيله عشان تحدث تغيير. البلان والسكادجول والبادجت والكلام ده كله ادوات عشان نقدر نوصل للتغيير ده. فالبروجكت في حد ذاته مش مهم وانما هو اداه. فارجوك المره الجايه لما حد يدخل عليك ويقول لك احنا عايزين نعمل ابلكيشن او اي ار بي او داشبورد او اي اي سولوشن او تريننج بروجرام او اي بروجكت جديد، اقعد معاه شويه الاول قبل ما تفتح البروجكت بلان مهما كان الشخص ده سينيور في الشركه، واساله سؤال بسيط: من فضلك احكي لي الاول هو ايه الكرنت ستيت، ايه اللي بيحصل دلوقتي. ممكن الاجابه دي تثبت ان الفكره ممتازه فعلا، وممكن تخليك تعدلها، ممكن توصلك لحل ابسط واسرع، ممكن توفر على مؤسسه بروجكت كامل ما كانش محتاج يبدا. وفي كل الحالات هتبقى فاهم احسن انت بتدير ايه وليه. ولو عندك في شغلك مثال على بروجكت بدأ من جملة احنا عايزين نعمل كذا وبعد كده اكتشفت ان المشكلة كانت في حتة تانية خالص، احكيهولي في الكومنتس. انا فعلا مهتم اشوف الامثلة اللي بتحصل عندكم جوه الشركات والمؤسسات. وفي النهاية انا احمد علي الضبع، ودي كانت الحلقة التانية من السلسلة بتاعتنا. اشوفكم الحلقة الجاية. لو فارق معاك المحتوى ده والكيس ستاديز الحقيقية اعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس واعمل كل الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها، ورب يكون علمي وانتفع بيه. اشوفكم بخير ان شاء الله. السلام عليكم.